آية، عيسى آية ناطقة، مريم آية ناطقة. ولهذا إن الذين كذبوا بآياتنا كذبوا. المقصود يا آيات الصامتة يا الناطقة كذبوا. الناطقة يعني عيسى وطراز عيسى، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هاي اللي يكذبون بالآيات الناطقة. عيسى آية، عيسى بإجماع الشيعة والسنة يصلي برا الإمام المهدي. إذا كان عيسى آية، تكذيب هيسد باب السماء وما يدخل المكذب للجنة حتى زي اللي يكذب بالمهدي. شلون؟ والمهدي إمام عيسى بالصلاة كما تواتر عند الشيعة والسنة. وفكروا بذلك. علي بن أبي طالب يقول والله ما لله آية أكبر مني. وإذا عيسى آية علي أكبر. زي اللي يكذب علي شلون؟ إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. هسه هذه الشيء سولف بها أنا سابقا، هواية اتركها إلى وقت آخر. هنا نقدر ندخل ببحث التوسل، أنه بالآيات القرآن الكريم بالاعتقاد بالآيات تصديقها تفتح أبواب السماء، بتكذيبها تغلق. يعني الاعتقاد بالآيات وعدم الاعتقاد إلى مدخلية بصعود الأعمال وما إلى مدخلية. لما تفتح وتغلق يعني إلى مدخلية. فإذا بالنتيجة احنا من خلالهم تصعد أعمالنا وتقبل يوم، مو من خلال الآيات. زين لما تكون من خلال الآيات يعني الآيات صارت واسطة مجعولة من قبل الله يوم صارت الاعتقاد بالواسطة المجعولة من قبل الله صار توحيد يوم صار توحيد. زين ليش يكفر الشيعة على الاعتقاد بهذه العقيدة التوحيدية في القرآن؟ هذه من آيات التوسل والتبرك والشفاعة. بس هذا إلى وقت آخر. أنا بحث الواسطة المجعولة من قبل الله مسولف به 13 14 15 محاضرة تقريبا مسولف به. ما أدري الإخوة تابعوا ولا بليالي صادقية قبل 7 سنين 8 سنين ما أتذكر. المقصود هذا مو بحث الآن. إذا الشعيرة علامة، هذا العالم يقول إذن كل ما في الكون هو شنو؟ بس شعيرة تكوينية تابع للتعريف اللغوي. وأكو عندنا شعيرة شنو؟ تشريعية. التشريعية التي ورد بها نص على الخصوص، وهي تدخل تحت التعريف الاصطلاحي. كل ما جعل علما لطاعة الله تعالى. هسه تشريعية مثل شنو؟ احنا قلنا التكوينية، هاي السماء تصير شعيرة تكوينية، الأرض تصير شعيرة، علامة تدل على عظمة الله، كلها آيات صامتة تدل على عظمة الله. التشريعية مثل الصفا، أحسنتم جزاكم الله خير يا حج، أحسنت. مثل الصفا شعيرة تشريعية، الوحي قال هاي شعيرة. مثل المزدلفة المشعر الحرام، مثل المروة، مثل الكعبة، مثل الإمام، مثل النبي، مثل هذه شعيرة شنو؟ تشريعية. هسه بالنتيجة هذا تعريف الشعائر. الأحبة وياي عافوني، صار واضح تعريف الشعائر يوم مو واضح، حتى انتقل للمرحلة الثانية وهو آيات الشعائر. التعريف واضح يوم مو واضح؟ أخذنا الآن فكرة شنو معنى الشعائر، نقول شعائر، شنو معنى شعائر؟ هاي المحطة الأولى بالبحث. المحطة الثانية وبيها كلام كثير، وإن شاء الله راح أصل إلى بعض الدقائق القرآنية إذا الوقت أعطاني شوية مجال. الليلة نصل إلى بعض الدقائق القرآنية. أما آيات الشعائر، آيات الشعائر نقدر نقسمها إلى عدة أقسام. القسم الأول آيات عامة بالشعائر. القسم الثاني باوعولي آيات لم يرد فيها لفظ الشعائر بس مدلولها مدلول شنو؟ الشعائر. القسم الثالث آيات خاصة بالشعائر. هاي كل وحدة بها كلام. إخواني أقبل جباهكم وقوياي. أدري كثرة التفريعات شوية تسبب مشكلة لبعض الإخوة أعلم، ولكن راح توصلنا إلى نتائج مهمة إن شاء الله تعالى، كلش هم مهمة، راح توصلنا نتائج كلش مهمة، فأنتوا تحملوني. صلوا على محمد وآل محمد. ورحب بأخي الخطيب الحسيني الفاضل الشيخ عمار البغدادي حياه الله تعالى وبيه. أهلا وسهلا شيخ.
أقول لما انتهينا من تعريف الشعائر ننتقل إلى آيات الشعائر في القرآن. آيات الشعائر على أقسام: آيات عامة، آيات لم يرد فيها لفظ الشعائر لكن مدلولها مدلول شنو؟ شعائر. القسم الثالث آيات خاصة بالشعائر. واضح الكلام؟ نجي للآيات العامة في الشعائر. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم. طبعا هنا هاي بعدين نجي تفاصيل، بعدين نوصل تفاصيل. هسه التعظيم ثقافته كبيرة بالقرآن. القرآن لما يصل للشعائر يخليها أمام التعظيم. القرآن صلاة ما قال تعظيم، عبر عن الصلاة إقامة. القرآن لما وصل للزكاة قال إيتاء، صح ولا لا؟ القرآن لما يصل للشعائر يتكلم عن شنو؟ عن تعظيم. تعظيم فد مستوى عالي. وتدرون هسه التعظيم بعض الأحيان يكون لأمر معقول، بعض الأحيان يكون لأمر محسوس. الأمر المحسوس مثل بلقيس، القرآن الكريم يعبر أنه كان لها كذا عرش شنو؟ عظيم، عرشها عظيم. هاي هنا العظمة لشيء ماذا؟ محسوس. هذا العرش، هذا الكرسي، هذا محسوس. القرآن الكريم بعض الأحيان يعبر عن المعقول بالعظيم. مثلا لما القرآن يتكلم عن كيد النساء في سورة يوسف، شو يقول عن كيدهن؟ يقول عظيم. هنا يتكلم عن شنو؟ عن أمر معقول، وهناك يتكلم عن أمر محسوس. حتى بالنتيجة ثقافة التعظيم هم ثقافة إلها كلام طويل، إذا ندخل به راح يشتت البحث. يعني راح نعوف أساس بحثنا وراح نروح للتعظيم وتاليها لا احنا مكملين ذاك ولا احنا مكملين هذا، وتصير هوسة على الإخوة. فأترك بحث التعظيم إلى وقت آخر نتكلم به فيما بعد بالمقدار اللي يناسب بحثنا إن شاء الله تعالى ومرتبط بحثنا. زين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. هذه آيات عامة بالشعائر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا. هذه آيات عامة بالشعائر. علماء الشيعة كلهم بالإجماع وأكثر علماء السنة قالوا المقصود هنا بالشعائر مو فقط المرتبطة بالحج، تلك آيات خاصة تبينها. وإحنا قلنا 3 أقسام: آيات عامة، آيات خاصة، آيات جو تعظيم شعائر. الآيات الخاصة خليناها بالقسم الثالث. هذه آيات عامة. أجمع علماء الشيعة كمفسرين كفقهاء أن فحوى هذه الآيات بتعظيم الشعائر فحوى شنو؟ عام، ما مرتبط بموارد الحج حصرا. وهناك مجموعة كبيرة من علماء السنة أيضا ذهبوا إلى هذا الأمر. هسه تقول لي منهم ومثلا دول علماء السنة شنو مصادرهم اللي قالوا هاي آيات عامة ما تقف عند حدود الحج ومناسك الحج وإلى آخره؟ ذكر بعض أسمائهم آية الله الشيخ محمد سند حفظه الله في كتابه الشعائر الحسينية، أشار لبعض علماء السنة كمفسرين كعلماء كلام غيره اللي قالوا بأن فحوى ومحتوى هذه الآيات يشير إلى الشعائر بشكل شنو؟ عام. علماء الشيعة بالإجماع. إخواني الكرام الله يحفظكم، شوفوا أقول لكم قضية. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، الشيخ جعفر الكبير، الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء صاحب كشف الغطاء، في كتابه كشف الغطاء المشهور الذائع الصيت اللي تسمت أسرة باسم هذا الكتاب، سمت أسرة باسم الكتاب، أسرة آل كاشف الغطاء نسبة إلى كشف الغطاء، كتاب كشف الغطاء. الشيخ جعفر رحمه الله لما يصل إلى قبور آل البيت يقول يجب أن تعظم وتحفظ حرمتها، لا تحلوا شعائر الله. يعني واجب أن تحافظون على حرمتها مكانتها. ليش شيخنا يقول؟ لأن مراقد الأئمة من شعائر الله. يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله، شيخ جعفر كاشف الغطاء استفاد منها حتى شنو؟ ليش ما يجاوبوني الأحبة؟ حتى مراقد الأئمة قال هذه شنو؟ شعائر الله، فيجب أن تعظم.
فإذا الآيات ناظرة بشكل عام وخاص. عام. مثلا سيد محسن الحكيم رحمه الله، سيد محسن الحكيم زعيم الحوزة في زمنه، في كتابه مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن الحكيم لما يصل للشهادة الثالثة بالأذان، أشهد أن عليا ولي الله، يقول الشهادة الثالثة أصبحت شعارا ومن شعائر المذهب، أصبحت من الشعائر لأتباع آل البيت، ويدخل الشعائر تحت دائرة أو داخل دائرة هذه الآية الكريمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله. يقول الشهادة الثالثة أصبحت من الشعائر المرتبطة بمذهب آل البيت عليهم السلام. شيخ جعفر كاشف الغطاء يقول مراقد الأئمة شنو؟ من الشعائر. الشيخ الجواهري في موسوعة الجواهر، واللي أيضا أسرة سمت باسم كتاب الجواهر، أسرة الجواهري أصلا سميت جواهر نسبة إلى كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري محمد حسن. الشيخ الجواهري في بحث الطهارة لما يجي إلى حرمة تنجيس القرآن الكريم، ليش؟ أنه القرآن الكريم كون نحافظ على طهارته وقداسته ومكانته احترامه، يقول لي أن القرآن الكريم شنو؟ ليش ما يجابون الإخوة؟ من الشعائر، فيدخل القرآن في دائرة هذه الآية الكريمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله. إذن هنا المقصود بالشعائر فقط ما يرتبط بالحج والقضية عامة، هكذا استفاد منها الفقهاء. زين، هسه هذا على احنا قلنا شعائر على المستوى الدين العام، اكو عندنا شعائر على مستوى شنو؟ الجانب الخاص اللي هي شعائر الحسينية. الشيخ النائيني أستاذ المراجع والفقهاء، الشيخ النائيني رحمة الله عليه عنده فتوى شهيرة مشهورة، بحيث كل المراجع الذين جاءوا من بعده لما سئلوا عن موضوع الشعائر الحسينية قالوا القول ما قاله الشيخ النائيني، أستاذنا النائيني. الشيخ النائيني جمع كل شعائر الحسين وخلاها شنو؟ ضمن دائرة هذه الآية الكريمة. إذن هاي الآيات الكريمة الثلاثة التي قرأتها عليكم، ولهذا عبرنا عنها بأنها آيات شنو؟ عامة. هاي الآيات الكريمة أدخل فقهاؤنا علماؤنا ضمن دائرتها، أدخلوا الشعائر الدينية العامة والشعائر الحسينية الخاصة، قالوا هاي كلها محكومة بهذه الآيات. ذلك ومن يعظم شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله، يعظم حرمات الله فهو خير له. الجانب الشعائر الدينية العامة والشعائر الدينية الخاصة المرتبطة بسيد الشهداء، كلها داخلة تحت عنوان هذه الآيات الكريمة التي عبرنا عنها آيات الشعائر العامة. القسم الآخر، هسه الصورة وضحت للأحبة يوم ما وضحت؟ كآيات الشعائر من بعد تعريفها في القرآن الكريم، وضحت الفكرة الآن؟ قلنا آيات الشعائر على أقسام ثلاث، أكملنا القسم الأول، ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ آيات ما بيها لفظ الشعائر ولكن فحواها محتواها محتوى شنو؟ الشعائر. مثل شنو هاي الآيات؟ طبعا هذا مو أنا أقول الكلام، يعني خاف بعض الإخوة يقول شنو فهمك وتقول هاي الآيات داخلة بآيات الشعائر من حيث المحتوى؟ هذا شغل علماء، شغل مجتهدين، شغل فقهاء. أنا أقول قاعد أنقل آراء شنو؟ آراء العلماء والفقهاء. أنا قاعد أقول سيد محسن الحكيم، قاعد أقول النائيني، قاعد أقول جعفر كاشف الغطاء، قاعد أقول الجواهري، أنا قاعد أنقل آراء شنو؟ الفقهاء، ما قاعد أتكلم بكلامي. هذا كلام يحتاج أصحاب اختصاص بصراحة. ولهذا أنا أقول هذا التهريج اللي تشوفوه على المواقع الفيس وغيره تهريج جهلة، والله جهلة. أخرجوا القضية من طابعها العلمي وخلوها بيد شنو؟ مجموعة من الجهلة والأمية يتكلمون بموضوع أكبر من رؤوسهم وأكبر من طاقتهم وأكبر من فهمهم. مو شغلهم. احنا كخطباء هم مو شغلنا. يعجبكم هذا الحكي؟ نحن هذا مو اختصاصنا، هذا اختصاص منه فقهاء علماء. ولهذا أنا أنقل رأي العلماء الكرام. جيد، لا بأس.
أقول العلماء قالوا هذه الآيات بالقسم الثاني فحواها محتواها محتوى الشعائر، ولهذا هي آيات للشعائر بدائرتها الكبرى الدينية وبدائرتها الحسينية، الدينية الحسينية بشكل خاص. هذا مثل شنو هاي الآيات؟ مثلا الشيخ السند حفظه الله يقول كل آيات الولاية والمودة وكل آيات إمامة آل البيت فضائل آل البيت في القرآن الكريم داخل ضمن نطاق شنو؟ الشعائر بشكل عام وبشكل خاص، كلها محتواها فحواها الشعائر. هسه تعال جيب الآيات وبين شلون، وهذا يحتاج إلى وقت مفصل بصراحة. خلوني الآن أعطيكم فهرس للآيات اللي محتواها محتوى شعائر، بعدين أقف عند بعضها حتى أبين لكم الصورة شلون، بعدين أقف عند بعضها حتى أوضح الفكرة شلون. زين، هذا مثلا من آياتها قلت لك آيات المودة والولاية وإلى آخره. بعد من آياتها آيات الأمر بالمعروف والنهي عن هسه تقول لي هاي جابها على الشعائر، هسه والله ذيك مرتبطة بآل البيت وفضل آل البيت وآل البيت وشعائر الإلهية عليهم السلام. زين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شلون؟ ليش شلون؟ أنت هذا مجلسك الآن، هذا مجلسك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا أخواني أقول لكم قضية، شوفوا أقول لكم قضية. أكو عندنا ثقافة بالقرآن اسمها ثقافة، وحتى بالروايات الشريفة يعني بالنص الديني بشكل عام، أكو عندنا ثقافة ما يسمى بالتلقين. بالشنو؟ بالتلقين. والتلقين منه ما هو قولي كتلقين كالميت الشهادات الثلاثة مثلا، صحيح؟ وأكو منا تلقين شنو؟ عملي، مو قولي، عملي فعلي إذا جاز التعبير. تلقين عملي شلون؟ مثلا عندنا بالروايات الشريفة اللي يضع كفن في بيته، اللي يضع شنو؟ كفن في بيته لم يكتب عند الله من الغافلين. عندنا هيك بالروايات، كفنك انت تخلي بيتك لم تكتب عند الله. ليش لم تكتب عند الله من الغافلين؟ ليش ما تجاوبون الشباب؟ يذكرك بمن؟ مو بس الموت، يذكرك بالله. هسه احنا ما نريد نحكي بالموت، الموت الشباب يقولون هذول الاموام نكتلون هي يحكون بالموت ما عندهم غير الموت. عوف الموت. اقول هذا الكفن يذكرك بمن؟ بلقاء اكو اجمل من لقاء الله. احنا شو الموت؟ نتصور الموت سلبي، مو سلبي. على الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله، انا بحث المعاد صار لي سنتين، شهر رمضانين اسولف ببحث المعاد، وقلت لهم السنه الجايه اكمله اذا الاحبه يتابعون هاي الابحاث. صار لي سنتين ببحث المعاد، شهرين صار لي، والشهر الثالث قلت لهم السنه الجايه، وبينت المعاد حلو ما يخوف الناس، ماخذ على نظره سلبيه مع الاسف. اقرب كتاب على الشرائع للصدوق رحمه الله، الإمام يقول ينزل ملك الموت على إبراهيم كأنه عليه السلام ويقول له جئت داع كذا أم ناع؟ قال له ناع، يعني جئت أنعى إليك نفسك المضمون. قال له يا ملك الموت قل لله تعالى هل رأيت خليلا يميت خليله؟ أكو خليل يموت؟ أنا خليل الرحمن. ملك الموت سأل الله ماذا أجابه؟ قال قل لإبراهيم هل رأيت حبيبا لا يرضى بلقاء حبيبه؟ أكو حبيب ما يرضى بلقاء. هذا إمامك كان يقول متى يأتي أشقاها فيخضب هذه؟ خلصنا منكم، أروح يا الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو اللي يقعد عند مليك مقتدر بعد له خلق الدنيا ووسخ الدنيا؟ هذا المشكلة، احنا نحكي على المنبر مقتنعين بها؟ مقتنعين بها؟ وأنا أحكي عن نفسي مو عنكم، بس أنا هذا حكي مقتنع به داخلي، إذا مقتنع به أرتب عليه أثر، إذا مقتنع به بقلبي أني هذا يترتب عليه أثر. بس إذا حكي لسان، أحد العلماء يجيب مثال حلو أنا دوم أقوله على المنبر، يقول هذا غسال الموتى، لو تنيمه بين 20 ميت يخاف لو ما يخاف؟
ما أصلا ينام، أصلا بالعكس ينام مرتاح أكثر مما تنام ببيته. طبيعي ينام، أصلا ما يشوف لا كابوس ولا يصير عنده أرق، لأن هو مقتنع الميت ميت لو ما مقتنع، بقلبه مقتنع. زين أنا هسه المتكلم على المنبر خليني بغرفة بها 5 موتة مقفل علي الباب، أقدر أنام وطفي الكهرباء، أقدر أنام؟ هو ميت ما يأذيني، بس ليش ما أقدر أنام؟ الشغلة مو كلش مقتنع بيها، يعني هذا خاف يقوم بالليل، خاف مثلا، مو كلش يعني ما مطبوخة عندي يعني. فأقول هسه احنا هذا الكلام في مقعد صدق عند مليك. رب ابني لي عندك. آسيا ما كانت تطلب جنة، مو رب ابني لي بيتا في الجنة، رب ابني لي شنو؟ عندك بيت، عندك. شوف هاي لذة المعرفة شو تسوي. الله أكبر. تقول له جمال هذا الكون كله أن أكون بجوارك يا رب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جوارك لذة ما مثل لذة، تنتهي عند كل